بقيت عمايل قشطة المولد النبوي، كل سنة وانتم طيبين. بس يا قش انا جبت معلقتين، انا بالتقريب بصراحة انا يعني عملت بالبركة، حوالي معلقتين كبار جيلاتين دوبتهم في ربع كوباية مية دافية وسبتهم على جنب. جبت الحلة دي اللي انا بضرب فيها دلوقتي ديت، هي نفس الحلة هي. حطيت كوباية سكر، ربع كوباية مية، نص كوباية حوالي نص كوباية عسل جلوكوز، حطيتهم على النار من بعد الغليان حوالي دقيقتين وطفيت عليها. وبعد كده جبت الصينية دي او القالب دوت، دهنت كيسة دي، كيسة التلاجة، فتحتها دهنتها زيت بالفرشة كده. وبعدين حطيت حبة زبيب، لو عندك جوز الهند يفضل كمان تحطي، انا ما عنديش، فانا عندي حبة الزبيب دول، حطيت حبة اهو في القاع وسبت بردك شوية احطهم على الوش. ودلوقتي انا ضربتهم يعني هما سخنين، ما سبتهمش يعني ايه، يعني هادوا حاجات بسيطة كده. لما فضيت المكونات على بعضها فضيت عليهم الجيلاتين ده بعد ما دوبته حطيت عليه روح الموز. لو انت عايزه تحطي فانيليا سايله ممكن تحطي فانيليا سايله، عايزه تحطي موارد ممكن تحطي موارد، المتوفر عندك واللي بتحبيه حطيه. ماشي. انا ضفت بقى ايه، رحت جايه ضايفه الجيلاتين على العسل الجلوكوز والسكر اللي انا كنت عاملاهم على النار، يعني هو يعتبر هذا شويه معايا. اول ما هذا معايا شويه رحت جايه ضربهم بقى بالمضرب. انا ضربته كده بصي لحد ما ايه تقل معايا، بس مش هي دي الدرجه اللي انا عايزاها. انا كده ضربته حوالي 7 دقايق، لسه هكمل تاني ضرب فيه لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه وهوريه. بصوا القوام ده كده. بصوا بينزل معايا بسهوله. برضك انا لسه عايزه اضرب تاني، كل ما بتضربي كل ما لونه بيبيض معاكي وكل ما بيهيش وكل ما بيتقل معاكي. فانا لسه برضك هضرب شويه تاني، بس بريح المضرب شويه. هو كده انا ضربته كده اجمالي كله على بعضه يعني حوالي 10 دقايق، بس لسه هضرب تاني برضه، ملكيش دعوه بالوقت، المهم النتيجه اللي انت عايزاها. حبايبي بقى كده انا ضربته حوالي 10 دقايق كمان، يعني ضربته كده اجمالي كده حوالي تلت ساعه، قولي نص ساعه. كنت بسيب المضرب يرتاح معايا ايه كذا مره. بصوا يا رب يكون القوام بس باين لكم. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي، تقيل. انا حاسه اللي هو تقيل اهو، انا بص ماسكاه كده برفعه تقيل معايا خالص. ماشي. هنحطه بقى في القالب وهوريه لكم بقى ان شاء الله. وريحه بقى في التلاجة شويه قد ايه على حسب وقت، كل ما يقعد يكون ايه احسن. ممكن تحطيه بره التلاجة كمان. حبايبي بقى بعد ما فضيته في القالب القوام بتاعه تقيل جدا. بصوا عامل ازاي، شايفينه عامل ازاي اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، مليان القالب بتاعي اهوت. وده كل دوت من ايه، من كوبايه سكر تومين كمان. مشتريتش على فكره حاجه من بره خالص، الحاجات كلها كانت موجوده عندي الحمد لله. هحط بقى على وشه الزبيب بقى اللي انا سايباه ده اهو. وارجع لكم تاني لما ينشف. بصوا حبايبي بقى القشطه اهي بعد ما طلعتها من التلاجة بس اشرقت، هي بقى لها حوالي ساعتين وشويه. بصوا بسم الله ما شاء الله قوام عامل ازاي. هي المفروض تقعد كمان ايه شويه كمان، بس انا مستعجله عليها بصراحه. فانا هقطعها بقى، هدهن السكينه زيت بس خفيف كده عشان ميبقاش ريحتها زيت، وهقطعها. ماشي. عايزه اوريها لكم برضك من ايه، اقلبها لكم تشوفوها. بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي. شيلي ايدك يا وش، عيب كده. استني بس لما اقطعها الاول. بصوا حبايبي القشطه بعد ما طلعتها من التلاجة هي بقالها حوالي كده ساعتين وشويه. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي اهوت. هي المفروض تقعد كمان حبه كمان، بس انا عشان مستعجله عليها. ماشي. معايا السكينه بقى هقطعها. السكينه دهنتها زيت وهمسحها برضك عشان متبقاش ريحتها زيت. ماشي اهي. عامله ازاي، تهز ازاي، عامله زي الجيلي. بصوا حبايبي انا اتصرفت وجبت لها جوز الهند عشان فعلا كان لازم جوز الهند ليها عشان ما تلزقش منكم، وكمان عشان تديكم الطعم الحلو. وكل سنه وانتم طيبين. يا ريت ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه.